تفتكر إنك عارف قوة سلاح الجو الإماراتي؟ تفتكر إن عندهم مجرد مقاتلات عادية زي أي دولة تانية؟ خليني أقولك، الكلام ده مش دقيق خالص. الإمارات مش بس بتملك مقاتلات حديثة، دي عندها واحدة من أقوى نسخ الF-16 في العالم كله، ومقاتلات مطورة إلكترونيا تقدر تضرب أهداف على مئات الكيلومترات بدقة مرعبة. قوة جوية بتجمع بين التكنولوجيا الغربية المتقدمة والتسليح الذكي بعيد المدى، وقدرة تنفيذ مهام ليل ونهار وفي أصعب الظروف. في الفيديو ده هنعرف مين الأقوى ومين بيتفوق في القتال الجوي، وإيه أخطر تسليح ممكن يغير ميزان أي معركة في المنطقة. استعد، لأن الترتيب ده هيغير نظرتك تماما. ولو أنت بتحب المحتوى العسكري وعايز دايما تعرف أقوى الجيوش وأخطر الأسلحة، ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. المركز الثالث BA إيهوك MK 63 MK 100 واثنان، مقاتلة تدريب قتالي. العدد حوالي 30 طائرة، رغم أنها طائرة تدريب متقدم لكنها قادرة على القتال الخفيف. الاستخدامات: تدريب الطيارين المقاتلين المتقدم، الهجوم الأرضي الخفيف، الإسناد القريب، الدوريات الجوية منخفضة التهديد. التدريب على القتال الجوي: أقوى سلاحين، صواريخ سايد وايندر AM9، قنابل موجهة بالليزر بيفي واي. المركز الثالث BA إيهوك MK 63 MK 100 واثنان، مقاتلة تدريب قتالي. العدد حوالي 30 طائرة، رغم أنها طائرة تدريب متقدم لكنها قادرة على القتال الخفيف. الاستخدامات: تدريب الطيارين المقاتلين المتقدم، الهجوم الأرضي الخفيف، الإسناد القريب، الدوريات الجوية منخفضة التهديد. التدريب على القتال الجوي: أقوى سلاحين، صواريخ سايد وايندر AM9، قنابل موجهة بالليزر بيفي واي. المركز الأول F-16 شرطة مائلة F Desert Falcon. العدد حوالي 78 مقاتلة الاستخدامات. السيادة الجوية: إسقاط المقاتلات المعادية، ضرب الأهداف الأرضية عالية القيمة بدقة شديدة. الهجوم العميق بعيد المدى، قمع الدفاعات الجوية SEAD، دعم القوات البرية العمليات الليلية. وفي جميع الظروف الجوية تعتبر نسخة الإمارات أقوى نسخة F-16 في العالم تقريبا بسبب الرادار والإلكترونيات المتقدمة. أقوى سلاحين: صاروخ AIM-120 C7 AMRA AM جو بعيد المدى. صاروخ AJM-88 هارم، تدمير الرادارات والدفاعات الجوية.